تشييع المطربة المغربية رجاء بالمليح التي وافتها المنية الأحد في مستشفى الشيخ زايد في الرباط. كثيرون هم الذين جاءوا لإلقاء النظرة الأخيرة على رجاء بالمليح بعد أن وافتها المنية بعد صراع مرير مع مرض السرطان كانت له الكلمة الأخيرة لترحل في عقدها الرابع. بالمليح الفنانة المغربية حتى النخاع تفكيرا وتبنيا للغناء المغربي وارتباطا بالجذور التي تربت فيها، بالرغم من كونها حلقت عاليا في سماء الغناء العربي لتظل رجاء كما عرفها أصدقاؤها. وإحنا ما افتقدناش في رجاء غير فنها، افتقدنا فيها فنها وأخلاقها وثقافتها وتمثيليتها للمغرب. كنا نتشرف أن نقول أنها فنانة مغربية كانت تمثل هذا البلد العظيم، كانت تمثله أحسن تمثيل. العاهل المغربي الملك محمد السادس عز عائلة رجاء في وفاتها فور الإعلان عن رحيلها في رسالة أعلن فيها أن المغرب فقد في بالمليح واحدة من ألمع مبدعاته طربا وثقافة وأشجاهن صوتا وأحبهن إلى قلوب الجماهير فنا وأصالة وأخلاقا وتألقا على مستوى الوطن العربي. نعزي أنفسنا ونعزي الشعب المغربي وشعب الإمارات وجميع المحبين للراحلة التي تتمتع بمحبة وبخلق وببسمة طيبة. رجاء بالمليح ما كنتش بعتبرها مغربية بس، لأن الفنان الصادق ملوش لا وطن ولا مكان. فرجاء بالمليح كانت فنانة مغربية عربية صادقة 100% في حسن اختيارها للأغاني، شرفت المغرب داخل المغرب وفي خارج المغرب. رجاء كان فراقها من طرف العائلة والأصدقاء صعبا لأن حياتهم بدونها لن تطول كما ردد البعض في الجنازة، إلا أنها ستظل خالدة في وجدان الشعب المغربي وعشاق الطرب العربي الأصيل كفنانة موهوبة. فرحيل رجاء ليس وفاة إنسانة محبوبة فقط، بل إنها خسارة للموسيقى المغربية، فليس كل من تغني اليوم مطربة، وليس كل الأصوات رجاء بالمليح. الكل ردد عبارة وداع عن رجاء بالمليح، وداع عن المطربة المغربية التي بدأت الغناء الملتزم بالغناء عن أطفال الحجارة، ومن ثم بدأت مسيرتها التي أوصلتها إلى العالمية في العالم العربي، إلا أن رجاء ظلت مغربية أينما حلت وارتحلت. عادل الزبيري، العربية، من داخل مقبرة الشهداء، محافظة الدار البيضاء.